ترزع على الباب كده رايقه؟ مش تفتح الباب على طول. ايه عايز دهب وعايز كل حاجه. عايز ايه؟ عايز كل حاجه اللي انا جبتها لبتها. طب وطي صوتك لو سمحتوا، تعال بعيد نتكلم، وطي بعيد صوتك. نتكلم؟ ايوه دلوقتي تعالى بعيد نتكلم. 7 شهور داخل طالع ودخلتني جبت المهر والهدايا وفي الاخر داخل تقول لي ما حصلش نصيب. ما فيش نصيب يا ولدي بصراحه، ما فيش قبول. ما فيش قبول ليه ما قلتش كده قبل ما اجيب الدهب؟ البت صلت صلاة استخارة وبتقول كل مرة أشوف في قرد أسود قدامي بيطلع لي في الحلم، فما فيش نصيب. بعد 7 شهور؟ أيوة. طب ليه ما شفتش الحاجات دي من الأول؟ مش عارف عاد بصراحة. ده أنا أول ما جيت اتقدمت المفروض تاخذ 2 و3 أيام عشان ترد علي، وصلت البيت بتقول لي خلاص إحنا موافقين. والله عاد إيه، إحنا مش هنعترض برضه يا إخواننا على أمر ربنا، ده أنت عارف يا عم سعيد الحمد لله اللي إحنا لسه برضه على البر، الحمد لله لسه على البر يعني. خلاص أدام على البر اديني ذهبي وادي الهدايا اللي أنا جبتها لبنتك، وكل واحد زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. ليه أدي لك ذهبك وأدي لك الحاجات؟ هو أنا يعني لو ما أخذ يعني دخلت في علم ربنا ده نصيب، ثم الذهب ده من حق بنتي مش من حقك أنت. من حق بنتك؟ أيوة. ده على أساس إن شاء الله. إيه على أساس؟ اسأل في أي حتة. على أساس إن أنا ماليش ناس. إيه لك ناس وما لكش ناس، اسأل في أي على حتة. أساس إن أنا هالهول. مش موضوع هالهول يا عم سعيد. على أساس إن أنا مال أي ضاب يعني، قول لي أنت. والله أساسيا إن شاء الله. اسأل في أي حتة، قول لهم يا إخواننا لما الخطوبة بتتفشكل الذهب مش من حق البيت بس، هيقولوا لك أيوة من حق العروسة. خلاص. من حق العروسه ده لو انت ما فكرتش. لو انا قلت لكم انا مش عايزه، انا قلت مش عايزه بعد ما نشفت طريقي، بعد ما حمدت طريقي. بقول لك الله يبارك لك عشان دي ساعة قيالة وانا بحب اريح جوا، اتوكل على الله عشان مش ناقصاك. بس انا لو توكلت على الله خلي بالك مش هيحصل لك كويس لا انت ولا عيالك. انا لي ناس وعيلتي كبيره وانا ما رضيتش اقول لهم على اللي حصل ده، عشان لو قلت مش هيطلع عليكم رهان. طب توكل على الله وريني عيلتك اللي في البلد. ولا توكل على الله ووريك عيلتي؟ ايوه. هتشوف يا شوقي والله العظيم لا اخذ حقي مني كنت ثالث ومثلث. يلا توكل على الله ما تجيش هنا تاني يا بالرش بيرسول يا هالرش بيرسول يا معفن يا مصدي. ايده ولا ايده قلت الادب دي. انا غلطان اصلا اللي وافقت على واحد زيك، ده كلهم اصلا اللي انت جايبهم يعني 500 جرام ذهب. ده ايده ولا ايده. الو ايوه يا بابا، جاني عند البيت يزعق. لا طلت لك وراه لا خليك بيت جدك يا حبيبتي، ما تجيش هنا، انا كفاءة ليه ولا مشاكله. ثم احنا الخطوبة الرابعة نفشكلها دي بالصلاة على النبي، عملنا مبلغ حلو السنة دي. ايوه باذن الله هنعدي الفلنكات، 4 خطوبات متفشكلين و4 كيلو ذهب بالصلاة على الحبيب يا بنتي. الواحد لو اشتغل عمره كله ما كان هيجيب الفلوس دي كلها ولا الذهب ده كله. سلام. ده ايه قلت الادب دي؟ بني ادم بخيل. وين السنجة اللي كانت هنا؟ هي فيها. هو سيبني يا ابويا في. ايه اللي فيه؟ شوقا يضحك علي؟ ليه انا طردولك في البلد فيه؟ والله لو ما جبت حقي منه لا حرقته النهارده. انت متعارك مع نسيبك يا. متعارك انا فشلت مش عايز يديني الذهب. لا انت طولت شويه على غيرك، ما قلنا لك الكلام ده قبل ما تروح، قلنا لك ما تروحش لبتشوي واللي فيك. يا ابوي البنت عملت لي هي بتحبني ومش هتاخد غريني، جاي في الاخر سدين الصابونه تقول لي ما حصلش نصيب. طب كويس اديتك حاجه، ده كله طلع بلبوس من عنديهم. انا يدوني ذهب ويدوني الهدايا اللي انا جبتها ومش عايز اشوف خلقتهم تاني في الشارع. ذهبيه حسره. اخر واحد كان خطبها بلم كراتين في الشارع مسكين، كان زي عمليتك كده، زي وضعك ده، راح ودى فلوساته وقاعد مسكين حفيان في الشارع. لا وانا مش قليل ليهم والله العظيم ناخد حقي. ثالث ومثلث معاي انت ولا عم ولا؟ بلا قليل بلا كتير، ما انا قلت لك يا واد ما قلت لك قبل ما تروح يا واد، قلت لك شوقي له اقعد عازب احسن، رحله ليه بتشوقي؟ خربوا بيتك ولا؟ خربوا بيتك كل حاجه والذهب. انت مش انت اللي مش عايز؟ انا مش عايز، بس بعدين البس كل ما اروح ليها تكشف وشي. لا مش كذا، مش عايز اقعد معاك. انا مش عارف ايه. ما ماخدينها هي اللي خلتني انا ساكت. هم ماخدينها صنعه يا عم الحاج، ده معاه 4 بنات كل شهر يخطب له 2 ويفشكل 2 ويبدل. ايه هعمل لك انا دولار؟ انا دولك حاجتي تجيني ومش عايز اعرفهم تاني. حاجتك تجيك ازاي؟ ذهبي سيبك من الهدايا مش عايزه. يولعوا بيها بجاز، مش عايز منها اي حاجه ببوس فوق. ده راجل مجلد. بس اديني الذهب اللي انا دافع فيه. ده مين اللي هيديهولك؟ ده شوقي لو عصرته فوق وتحت ما نطلع لك 50 جنيه. هو اللي بيروح بيرجع يا حبيبي. انا اللي جايبه. طب ما انت عارف انت جايبه، كتبت له عقد بينك ما بينه يكون مضيته.
مدتها مدي على الذهب. طيب خلاص مالكش القانون لا يحمي المغفلين يا حبيبي، توكل على الله. انت اوعى يا عم، اوعى تسيبني انا. يخرب بيتك هيعمل له مصيبه دي. انت يا زين، انت يا خرا، جيتاني قليل الادب. وانا هسيبك يا. المره دي بقى انا ايه؟ لو ضربتك ما حدش يغلطني في بس البلد. اطلع لي، بس كلمني بوشك اطلع لي. انا لو مديت ايدي عليك عاد ما حدش يغلطني في البلد. مددك على مين؟ عليك انت. انت عبيد يا. آه. انت مخك فوت يا. لان انت بصراحه كده زودتها خالص. ايه عايز انت بالظبط؟ هقول لك انا ايه عايز. يا شيخنا هاتني يا شيخ، هتقتل لك كتيب دولك انت على شويه ذهب جبت. فين الذهب يا راجل يا بارد؟ ايه فين الذهب؟ ايه يا ذهب ايه يا حاج؟ هي دولك هتتلتم تقول لي ذهبيه وهنيه، انا اخدها في صدرك اطلع من ظهرك. خلاص ما تتكلمش انت يا سعيد. حاضر. اقعد ساكت انت مديله كام ذهب؟ مديله 500 جرام. ليه 500 جرام؟ بنت الاميره دي يعني خلاص. هي تديك على منخارك. خلاص 500 جرام كتير عليها قفيزين دول تلبسهم في يدك. خش على الذهب كده خلاص. الله يبارك لك. لك. جيت راجل بارد انت، يعني تجيك شغلانه اصله هي العمليه. خش. ايه يعني انت جايب عيال عمك يعني تتحجز عند البيت يعني؟ بقول لا كسر خشمك، لو لما البيوت لها حرمه خش اجيبهم منك. خش هاتهم وتعال يلا. البلد فيها قانون ممكن اطلب بلا لك قانون بلا هني. خش اطلب لكم خش البوكسر. لا هردم عليك البيت. خش اقول بيتهجأ خلاص. خش. خلاص يا ابوي. خش. الخطوبه الرابعه في شهرين يا اخي، ده انت مش بتحس. ده انت الناس داخله طالعه عليك بقت زي طوارئ المستشفى، كل يوم خطب لي بيتي وفسخها خطوبتها. ايه البرود ده يا راجل؟ وانت 500 يا اخي. طب انا اعمل له ايه؟ 500 سياره ما بترضى تديهاني. دولك عرفت معاك عيال عم شبع في الخطوبه ما جبتناش. يا عم انا والله صغرت البنت بتحبني. بتحبك. وراح ابوي في الاول شلوني على دماغهم. في الاخر اخذت الهزوم. مين يحبك وراسك زي المنشل داي. حاضر. هات يا عم، جابوا لك في شنطك انت جاي من عمرك اوعى. هو ده الذهب بتاعك شوف. خلي بالك بس ده شغل بطل يا ود هو العم. شغل بطل ولا انت بتعملوه بطل؟ شغل يا بطل. راجل ده نص شباب البلد لف على بيتك، واحد يخطب واحد يفسح. ليه يا اخي؟ طب مش نصيب البت صلت صلاة نصيبة. ايوه تمام. كل حاجه تمام. لما عارفين بينا صلاة. عارفين بتصلوا وعارفين بتعملوا. ليه غشتين فيهم دول انا؟ ايه قلت الادب دي؟ يا خرب بيتك يا شوقي، يا خرب بيتك يا بتي، خدوا ذهبك يا بت ولا خدوا ذهبك؟ معلش بكره تتخطب ونجيب لها نص كيلو ذهب كمان.